بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب المصري العظيم، لقد عاهدت نفسي ألا أتحدث إلى الإعلام بعد تقديم استقالتي والتي أعلنت فيها موقفا واضحا أن ما حدث في 30 يونيو هو انقلابا واضحا ومكتمل المعالم، ولكن الأحداث الجارية والعنف والدماء التي تسيل والطريق المظلم الذي تتجه إليه مصر بكل قوة مع الأسف الشديد بيد أبنائها يتطلب من كل واحد منا أن يقول كلمة الحق من باب إبراء الذمة، إخمادا للفتنة، حقنا للدماء، حتى ننقذ بلدنا العزيز مصر. ليس فقط أقوال ولكن أيضا أفعال. هذا البيان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ذكر بعض الحقائق ردا لغيبة فخامة الدكتور محمد مرسي حتى يعود ويمكنه أن يحكي القصة كاملة بنفسه. أما القسم الثاني من كلمتي أو من هذا البيان فهي بعض المقترحات التي أستطيع أن أقول إنها مبادرة طرحتها إلى الأطراف المختلفة وأطرحها الآن أمام الرأي العام المصري حتى نستطيع أن ننقذ هذا الوطن الغالي وأن نحقن دماء المصريين. لقد حرصت أن أسجل هذه الكلمة وألقيها بعيدا عن أي منصة أو بعيدا عن أي ميدان أو أي منبر إعلامي حتى يكون واضحا أن هذه رسالة موجهة إلى كل المصريين. أما في القسم الأول من باب إظهار الحق والشهادة لله والتاريخ، فأريد أن أقول أن الدكتور مرسي في قراراته التي شدتها بنفسي كان يضع مصر أولا وشعب مصر بجميع طوائفه فوق كل اعتبار، وكان حريصا على مكتسبات الثورة، حريصا على الحفاظ على واستكمال ما تم بناؤه من مؤسسات الدولة الديمقراطية، وبكل تأكيد كان حريصا أشد الحرص على حقن دماء المصريين ودفع التنمية في كل المجالات، وذلك لمصلحة مصر وشعب مصر. الدكتور مرسي كانت عقيدته، وأعتقد أن هذا أحد الأسباب فيما حدث، أنه لابد للشعب المصري أن يملك إرادته للغذاء والدواء والسلاح. هذا كان هو منهجه وأساس في كل ما يقوله ويفعله. في أثناء هذا العام والذي عملت فيه جنبا إلى جنب مع الدكتور مرسي، كان الجميع ينادي بالاحتواء والمشاركة في صنع القرار، ولكن أمامي وأنا شاهد على ذلك فقد رفضت الأطراف في عدة مرات معاونة الدكتور مرسي مرات عديدة، وقالت على نفسها إلا أن تهدم ما يقوم به وتهيل التراب على ما تم إنجازه، على عكس ما يثار أن الدكتور مرسي كان له رغبة بالانفراد في صنع القرار أو الديكتاتورية. أما ما حدث قبل وبعد 30 يونيو ففي آخر لقاء وآخر توصية من الدكتور مرسي للفريق الأول عبد الفتاح السيسي أمامي، حدث ذلك ظهر 2/7/2013 في الحرس الجمهوري بمنشية البكري. فقد الدكتور مرسي أوصى الفريق الأول السيسي أن يحافظ على الجيش المصري من أجل، وكان الفريق الأول عبد الفتاح يكرر، من أجل مصر ثم العرب ثم الإسلام. نقطة أخرى، أن حسب علمي وحسب مشاهدتي وحسب ما رأيته بنفسي فإن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لم يكن يعلم بانذارات وبيانات الجيش قبل صدورها، بل اعتبرها في حينها تحيزا لطرف دون الآخر وإفسادا للمشهد السياسي، وأنها لا تساهم في الهدوء بأي حال من الأحوال. أما فيما يخص موضوع الاستفتاء فأنا أريد أن أوضح وأؤكد أن الدكتور مرسي أبدى مرونة في هذا الشأن، ولكنه رأى أن يتم ذلك بعد إجراء الانتخابات البرلمانية. الانتخابات البرلمانية كان متوقع أن تجري خلال شهر سبتمبر، وأن يتبع ذلك تشكيل الحكومة حتى لا يحدث، هذا كان وجهة نظر الدكتور مرسي، ألا يحدث فراغ دستوري أو انحراف عن المسار الديمقراطي الذي ساهم فيه الشعب، ساهم فيه من خلال استفتاءين، انتخابات مجلسي الشعب والشورى، انتخابات رئاسية، بالإضافة طبعا إلى الدستور المستفتى عليه. ولكن كان الإصرار أن يتم الاستفتاء خلال أسبوعين من 30/6 أو من 3/7، وهذا ما رفضه الرئيس، لأن طبعا كانت الأجواء ملتهبة ويستحيل معها إجراء استفتاء نزيه مما
كان بالتأكيد سوف يعطي من وجهة نظر الدكتور مرسي شرعية للانقلاب على الرئيس المنتخب. أما النقطة الأخيرة والتي قد طرحها الرئيس، يعني خاصة تخص ما طرحه الرئيس في 2/7 في كلماته للأمة، كانت مبادرة كاملة واشتملت على نفس البنود التي طرحها الفريق السيسي في اليوم الأول، في اليوم التالي عفوا يوم 3/7، والتي أضاف عليها نقطتان أساسيتان، وهما عزل الرئيس وتعطيل الدستور. أما الموضوع الثاني أو الشق الثاني والخاص بالمبادرة للخروج من الأزمة، بدلا من استمرار التصعيد وازدياد العنف واستمرار سيل الدماء، فمن وجهة نظري المتواضعة أن أهم شيء الآن، وأعتقد أنكم تتفقون معي، أنه ويجب أن نضع نصب أعيننا هو مصر وشعب مصر ومستقبل أولادنا وحقن دماء هذا الشعب الذكي. هذا الوقت يتطلب منا جميعا أن نعلي مصلحة مصر العليا فوق كل اعتبار، وعليه أنا بقترح هذه المبادرة تتكون من 3 مراحل. المرحلة الأولى بيكون فيها فترة لتهيئة الأجواء وتهدئة الأطراف. المرحلة الثانية الاتفاق على المبادئ العامة التي يمكن التفاوض عليها. أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة التفاصيل، فالمرحلة الأولى وهي مرحلة تهيئة الأجواء وتهدئة الأطراف يمكن أن نتخذ فيها عدة إجراءات، وأنا بقترح أن تشمل 6 إجراءات. الإجراء الأول إفراج عن جميع المعتقلين الذين تم القبض عليهم بعد 30 يونيو 2013، تجميد جميع القضايا ووقف تجميد الأموال. 3 تفعيل لجنة تقصي الحقائق، حقائق مستقلة حول مذابح الحرس التي تمت أمام الحرس الجمهوري وفي ميدان النهضة وغيرهما. 4 قيام وفد بزيارة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية للاطمئنان على صحته. 5 تهدئة حملة الهجوم الإعلامي المستعرة بين الطرفين وتصعيد لغة لم الشمل والمصلحة الوطنية. 6 عدم الخروج في مسيرات والالتزام بأماكن محددة للتظاهر. أعتقد أن هذه العناصر عند تطبيقها أقل أو أكثر، لكن تطبيقها بسرعة ستساهم في تهدئة الأجواء وتهيئة الأطراف للمضي قدما في التفاوض للخروج من الأزمة الحالية. المرحلة الثانية في المبادرة هي الاتفاق كما ذكرت على المبادئ العامة والتي يمكن التفاوض على تفاصيلها يعني بعد ذلك. المبادئ العامة أقترح أن تشتمل على 3 مبادئ. المبدأ الأول إعلاء مصلحة مصر العليا والالتزام بالشرعية. المبدأ الثاني لابد أن يقول الشعب كلمته فيما حدث من انقسام. المبدأ الثالث هو الحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار والمضي قدما في المسار الديمقراطي. بعد تهدئة الأجواء والاطمئنان على رئيس الجمهورية والاتفاق على المبادئ العامة، أعتقد أن الجميع يكون جاهز للمضي قدما في المرحلة الثالثة من هذه المبادرة، وهي النقاش وتحديد تفاصيل خارطة الطريق. خارطة الطريق التي تتحقق في الأصل الالتزام بالشرعية والاستماع لصوت الشعب في كل إجراءاتها. يجب أن ندرك جميعا أن الشعب قد نزل بأعداد كبيرة وهائلة في 30/6 ليقول رأيه، ولكن الشعب أيضا نزل بأعداد كبيرة وهائلة لمدة 25 يوما وما زال مستمرا ليقول كلمته. وعلينا وعلى القائمين على هذا الوطن أن نستمع إلى كل الآراء. علينا أن نستمع إلى الشعب كله. الإخوة والأخوات، يجب أن لا ننسى أن هذه الأمة المصرية أمة عظيمة بإمكانات كبيرة، ولكنها أيضا تواجه تحديات كبيرة ليست فقط سياسية ولكن أيضا مخاطر اقتصادية هائلة تهدد السلام والأمن الاجتماعي، ولا تقل خطورة بأي حال من الأحوال عن التحديات السياسية، ولا أبالغ عندما أقول إنها أكثر. هذه رسالة وهذا البيان ما أردت أن أقوله للشعب المصري، فقد أردت أن أرد غيبة الدكتور محمد مرسي حتى يعود ويحكي القصة كاملة، حتى لا يظلم وحتى لا يكتب التاريخ أننا لم نرد غيبته ولم نقل الحقيقة في هذه الأوقات الحاسمة. أما الجزء الثاني من كلمتي وهي الأهم أن هي كيفية وآلية المضي والخروج من هذه الأزمة.
وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. هشام محمد قنديل، 25 يوليو 2013، الموافق 16 رمضان 1434. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.